مكان مميز بعجينة البيتزا الخفيفة الطرية والفطير اللي مخدوم المورق عند أفندينا اللي عامل عروض جامدة جدا. بيعجبني عنده الخضار الفريش والبيتزا أشكال وألوان بالصدق، عليه الموزاريلا ولا شرايح البسطرمة بالخضار، وعليه ميكس الجبن. وأنا من عشاق بيتزا البسطرمة وبيتزا الفراخ شرايح. بيتزا ليها ناسها حاجة آخر جمدان. منظر البيتزا في الفرن ولونها وعجينتها يجوع الصراحة. أفندينا عامل شغل عالي والبيتزا عنده خيال. عنده جميع الأنواع، صدق وبسطرمة وفراخ وأكتر من 30 صنف تلاقي، مميزين بميكس الجبن اللي بتشد. نيجي بقى للفطير، ودي حكايه وروايه. يفرد العجين ويطوح يا شيفنا وكبرت قوي مش عارف رايح فين تاني، ويفرش الموزاريلا وعليها الخضار والزيتون وعليها رشه الجبنه التركي، وبعدها يوزع اللحوم، ينزل بالصدق وعليه اللحمه المفرومه. فطيره رايقه، ويقفل الشيف ويرفع وينزل على الصاج تستوي شويه، وينزل عليها بوش الموزاريلا والخضار وتطلع زي ما انت شايف اخر جمدان. ويقطع الشيف وعليه ماسكه مقطع في التقطيع عنب. والفطير الساده المورق بسمنه الشيخ شكل وريحه لا يعلى عليها. الحشو كويس ومخدوم فعلا. ونيجي بقى للمكرونه، من وقت ما بيشوحها في طاسه الخضار مع البسطرمه، ولع يا شيفنا ولع الدنيا. بعد ما يشوح الميكس على المكرونه وعليه الموزاريلا وتطلع لونها ذهبي ومتغرقه جبنه بتمط دايبه دوبان. الفطير الحلو بالسمنه وعليها رشه سكر بودره وزبيب وجوز هند وحبه مكسرات وزداني على حبه صوص شوكولاته، وقفل يا معلم وتطلع الفطيره غرقها لبن وسكر بودره ورشه سمنه بلدي ورشه الزبيب والمكسرات، والف هنا وشفا. واخر حاجه طلبناها الكريب ميكس لحوم، يسويه على الجريل وينزل على اللقمه وينزل عليه بالصوصات الكاتشب والمايونيز، وقفل يا معلم ويفرش وش الجبنه. وده مش اضافه، هو بيطلع كده اي اوردر. خدنا الاكل وطلعنا على البحر على الرمله وسط الميه والغروب، ونلحق الاكل السخن مولع واجواء اخر متعه. دخلت على البيتزا لاني من عشاقها من افندينا، وتحفه خفيفه وطريه ولذيذه جدا وتتمزج من طعمتها. ويدخل نصر على عشقه فطيره المشكل اللحوم، وش جبنه مليانه حشو تقيله، ومهما تاكل منها وتقول خلاص شبعت تلاقي ايدك رايحه تاخد حته تانيه من طعمها. اما الفطيره الحلو كان نشفت شويه بس كان طعمها كويس جدا. افندينا جامد وقادر انه يبسطك باكله وعروضه وجودته كويسه، وليه في كذا فرع ومنهم فروع محرم بيه والعصافره، وعروضهم شغاله ما بتقفش. ونشوفكم في تجربه جديده مع المطعم جيه.